السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكل محبي قناة مع الخبر. اليوم إن شاء الله غادي نناقشوا جديد أشغال ملعب مولاي عبد الله بالرباط. كما كتشوفوا الإخوان، المصمم اقترح أنه يدير المدرجات عالية، وذلك تجنبا للمضايقات اللي كتحدث للجمهور. فاش يكون الجمهور هابط لتحت، يعني التيران قريب بزاف من الأرضية، تيكون واقفين هادي فين السيكوريتي ولا تيكون في البرا نتاع التصوار، كتعيق الرؤية. لهذا الأغلب نتاع المتفرجين كتلقاهم 3 ولا 4 درجات الوالة كيخليوهم خاويين وتيطلعوا تلافين باش تبان لهم الصورة مزيان. صراحة المصمم عالج الأخطاء اللي كاينة في بعض الملاعب، طلعوهم من الفوق، يعني الصورة تكون ممتازة. وتا من ناحية العامل الأمني، يعني تا المتفرجين غادي يلقاو العلو هافين، ما يقدش ينقذ الهافين، غادي يكون السيكوريتي واقفين هافين. يعني بحال تنقولوا مصمم ضرب عصفورين بحجر واحد. كذلك كنشوفوا في الصورة أنهم وضعوا هذه الأساسات الحديدية استعدادا لوضع الطابق الثاني. صراحة الخدمة ماشية مزيان هافين، ولكن الخدمة مركزة بشكل كبير على الجهة نتاع المقابلة للمنصة، أو كما يقال أو كما يشاء أنها هي الجهة نتاع المنصة الحقيقية. احنا ندوزو الصورة وغادي نشوفوا لي ديتاي. كذلك كما كنشوفوا الإخوان، هما وضعوا الساس هافين، الساس كبير كما تنقولوا باش يتحمل الأوزان هافين تقريبا راه كملوه. ندوزو الصورة واحدة أخرى وغادي نشوفوا هذه الجهة المقابلة نتاع الجهة الأولى اللي شرحنا، نفس الأعمال، إلا أن هذه شوية متأخرة على الأخرى كانوا بدأوا يوضعوا الأساسات الحديدية، هذه مازال عاد وضعوا لها الضالة ديالها، وهم خرجوا من هافين الأساسات الحديدية باش غادي يكون اكتمال إن شاء الله نتاع الأساسات، وعاد غادي يكمل خلاص الطابق الأول. يعني الجهة الأولى في الخدمة ماشي أحسن من هذه الجهة. ندوزو للصورة، هذه هي جهة المنصة قديما. كما كتشوفوا الإخوان، مازالت عملية الحفر والتوسعة مازال فين كفر مستقبل الأساسات. الخدمة فين مازال بطيئة في جهة المنصة، حيث هي آخر جهة بناوها. ندوزو للصورة الموالية، هذه هي جهة المنصة التي تشاع أنها جديدة، المنصة الجديدة بحيث هي اللي فيها قوة الدرك. وهذا راه بداو الإخوان هافين ليطاج الثالث، هذا ليطاج الأول، هذا ليطاج الثاني، ودابا راه هذا ليطاج الثالث. يعني الخدمة كلها مركزة فين، ماشي بواتيرة كبيرة، والخدمة حتى لداخل كاينة. يعني يقال أنه راه هذه منصة جديدة عليها عاطين فيها لاطاك بزاف، بحيث هي اللي تيكونوا فيها المرافق في IP، وتيكون فيها بزاف نتاع المرافق اللي تشد شي شوية الخدمة. كما كتشوفوا هذه هي الصورة للملعب كاملا من أعلى. جهة المنصة سابقا هي اللي مازال فيها شي شوية نتاع التأخر، ولكن تبارك الله راه بدا تيبان التيران مهيب وماشي إن شاء الله باش يكون من بين أجمل الملاعب الإفريقية ولما لا العالمية إن شاء الله. ما تنسوناش الإخوان من الدعم، خليو لايك، بارطاجي الفيديو مع الأصدقاء، وخلي كومنتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.